مصيبة حرفيا بتحصل في النادي الأهلي فرع التجمع الخامس، وقفة احتجاجية للعمال. ليه؟ ده اللي هتشوفه في الفيديو ده، وتعالى لي تاني. ماشي، كلنا بنطالب بحقوقنا. كلنا بنطالب بحقوقنا يا جماعة. كلنا بنطالب بحقوقنا. أمن، خدمات، إدارة هندسية، كله بيطالب بحقوقه. كله بيطالب بحقوقه يا جماعة. بعد إذنك. صور علي وهو بيفتح الشمسية. يا عم شمسية يا راجل، اسكت. شمسية دي بقى احنا شغالين. يا راجل اسكت، يا راجل اسكت. ماشي كلنا. زي ما انت شفت كده، عمال النادي الاهلي فرع التجمع الخامس عاملين وقفه احتجاجيه. ليه؟ عشان النادي الاهلي، النادي الغني صاحب المليارات، لم يطبق الحد الادنى للاجور. النادي اللي بيقول لك المبادئ. وانا هنا ما بتهمش النادي الاهلي لوحده، النادي الاهلي ونادي الزمالك واي نادي في مصر معاه فلوس بيدفع اللعيبه ملايين ومليارات، والعمال الغلابه مش قادر يطبق الحد الادنى للاجور، اللي هو اصلا الحد الادنى للاجور ده ما ياكلهمش عيش حاف، يعني يا دوب يقضيهم بالعافيه ويتداينوا عليه ده لو قضاه. يا ريت نتقي الله في الناس دي. يا ريت لو كل لاعب دفع من المرتب بتاعه 100,000 جنيه مش هيحس بحاجه. عامل زي اللي معاه طبق كشري كده وخدت منه مش معلقه رزايه، هيحس بحاجه؟ رزايه مش هيحس بحاجه. يا ريت نتقي الله في الناس الغلابه دي، ويعني ربنا يهدي، ربنا يهدي. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد معلش مخنوق والله العظيم. سلام.